في المراحل الانتقالية لأي بلد تهتز الفضاءات الفنية، لكن ذلك لا يمنع العديد من الفنانين من إنعاش الذاكرة وخاصة الصوفية منها. المزيد بعد الفاصل، انتظروني. يقال إنها من الأحجار الكريمة، لكننا لن نتوقف عند هذه القضية. سنخوض في غمار تجربة زبرجد، الفرقة الخاصة بالإنشاد الصوفي. يشير الباسطي في تقديمه لعرض زبرجد إلى أنه محاولة لإرجاع حالة النشوة الروحية بالذكر القويم والقول الأثير. هي لحظة صفاء بعيدا عن ضيم الخلق ومناجاة لحلم الخالق. قصدت استعادة التراث التونسي القديم، التراث العربي القديم، لأنه عندما نتكلم عن الصوفية ما فيهاش حدود، ما فماش حدود بتاع لون صوفي تونسي ولون صوفي ليبي ولون صوفي جزائري. كيفية الأداء تختلف، أما الموازين والبحور والكلمات والشيء اللي خرج هو نفس يعني نفس الشيء. لماذا بالقرن الحادي والعشرين تريد استعادة الإنشاد الصوفي؟ لا لشيء، لأنه تراث ثري وثري جدا، وهذا هوية كبيرة جدا وتقعد، خاطر أنا خفت على التراث بتاعنا، لأنه عندما نتكلم عن التراث الصوفي نتكلم على هوية تونسية، والهوية ذي التونسية تكاد تكون تندثر، بالأخص بعد الثورة. يعني طلعت أغاني، طلعت مش عارف إيش، وطلعت معناها حاجات، فقد كيف اللي الجو الصوفي قد التالي قاعد يموت، نقولوا نحن بلغتنا. فما هوش معقول للأجيال القادمة والجينيراسيون قادمة باش تعرف الصوفي. يا منتهى آمالي وكنز رجائي. زبرجد عرض فرجة يهدف إلى تطوير حقيقي للموسيقى الصوفية والروحية التونسية الأصيلة والارتقاء بها إلى مواكبة الفرجة العصرية الحديثة. يا عمدتي في شدتي عندما نتكلم عن إنشاد صوفي، ما معنى إنشاد صوفي؟ هناك أولياء الله الصالحين، فكل ولي صالح له كرامات وله تاريخ. كتب بحور لمدح الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك لمدح المولى سبحانه عز وجل. نحن نقول بلغة الموسيقيين كل ولي عنده موزيكته، عنده شيخته. الشيوخ اللي عاشوا مع الأولياء هذوكم كتبوا ماذا؟ كتبوا أشياء على الولي الصالح. هاك التخميره الشاذوليه تحس روحك كانك تعيش بين السماء الرابعه والسادسه، تخرج كومبليتمون من الارض. ما باعتقادك انه الجيل الشاب في تونس بعيد كل البعد عن هذا الكلام اللي تحكيه؟ صحيح، لكن مش كل البعد بعيد، انما كي تقربوا او كي تحط له طريقه باش تقربوا بها يولي يقرب، لانه دائما وابدا
نكذب عليك نقول لك كل شاب يحس بروحه عنده جذور. والملاحظ في زبرجد غلبة العنصر النسائي على الذكوري. مشاركة النساء بالفرقة نعم خصوصية تونسية. عادة عندما نتكلم عن البحور والسلاسل في الميدان الصوفي هي عادة في العالم العربي كله هي حكرا على الرجال. فمن الموقع بتاعي أنا كفنان مهبول قلت طب ليش حبيبي المرأة ما عندهاش حق تقول؟ علاش هو قرآن منزل يعني؟ أو هو هناك قانون يقول يحرم المرأة باش تقول بحور وسلاسل في الميدان الصوفي؟ ماهوش معقول. أما كيفاش باش تلوج هالمرأة هذه اللي باش تقول؟ هذه المشكلة. ما يكفيش تعرف تغني، اما شو يلزمك تعرف تبكي، يلزمك تعرف توجع وتوجع، يلزمك تعرف تعيش على الحكايه بالضبط كما هي. حتى الاقوال مخارج الحروف ما يلزمكش تغني بمخارج الحروف نسائيه بسيطه، يلزمك تغني بحكايه بتاع الشوخه. الباسطي لا يهدأ إطلاقا أثناء التحضير لأعماله الفنية، فتراه في حركة دائمة لافتة ومثيرة. والله أنت ديكتاتور يعني تستنفر كل شيء عند الإنسان يعني تستهلك طاقته كلها يعني. لأول مرة باش نقول أنا فخور باش نكون ديكتاتوري في هذا الميدان، لأنه ديكتاتوري في شيء مقتنع به وتحب توصله بطريقة أو بأخرى. أحبذ أن أكون ديكتاتوري، لا لشيء إلا لكونك مؤمن بهالرسالة، لأن الرسالة في هذا الأمر هي ورسالة صعيبة وصعبة جدا. أنتجت كل الأعمال بتاعي كل الصوفية بإنتاجات خاصة باعتماد الذاتية، ولم أدعم من طرف أي كان لوزارة الثقافة لهم يحزنون. وخلال حديثي معه لاحظت وجود انتقادات دفينة بحق وزارة الثقافة. كأنك عم تقول وزارة الثقافة في تونس لا تهتم بالتراث ولا تهتم بالصوفية ولا بالإنشاد الصوفي. لا، أنا لم أقل هذا، هي تهتم بالصوفية، أما تهتم بالصوفية بطريقتها الخاصة. ثم لوبيات في كل المجالات، هذا في التلفزة وفي وزارة الثقافة في كل شيء. إلى حد الآن المنظومة ما زالت منظومة فاسدة. ولشدة ولعه بالصوفية ولشدة انغماسه بعمله الفني وددت استفزاز الباسطي. عبر الإنشاد الصوفي نعم سيدي، ما عم ترجع تونس 1000 سنة للوراء، بالعكس تقدمها 1000 سنة لقدام. لو عكست لا أصبت يا صديقي. في عالم الإنشاد الصوفي والإنشاد الديني ما تنجم كانت تتقدم، لأنها هوية. مارك ديبوزي ما لازمش تتنحى مع البلاد هذيا، وقد ما أنت تقدم هالمارك ديبوزي قد ما تزيد تقدم لقدام. جنحت بالباسط صوب الواقع الغنائي في الوقت الراهن في تونس. الواقع الغنائي الحالي في تونس يوجعك؟ الأغنية التونسية قاعدة تتقهقر إلى الوراء. الفنانين التونسيين قاعدين عايشين بغناء المتع اللي غناه قبل، علي الرياحي، الهادي الجويني، صالحة، عايشين غاديك. حتى الاجتهاد اللي يقوموا به والأغاني اللي عندهم جديدة ما ترتقيش إلى مستوى الأغنية بتاع 2014 وكذا. الحفاظ على التراث ليس مجهود فردي، بحاجة إلى مشروع حكومي، بحاجة إلى مشروع من قبل الدولة. صحيح. عندك أمل
بدعم حكومي، بدعم من الدولة؟ انا دائما وابدا متفائل في حياتي. انا نفسيتي ما نجم نكون متفائل، ما كانش نموت، ما نجمش نعمل فن، لانه الفن هو اسبوار، هو امل في الحياه. فتفائلي ولو نسبي، اما انا متفائل لانه الوضع في البلاد هذه باش يتطور الى احسن، ما لا شك فيه. ان شاء الله باذن الله كيف تتربط الحياه السياسيه في تونس وتستقر، اكيد باش تكون ثم ربما معناها توجهات اخرى، باش تكون ثم قرارات اخرى، باش تكون ثم امور اخرى، وان شاء الله تمشي نحو الافضل. اما توا اصعب الامور مبادئ. المحاولات الفردية من قبل بعض الفنانين بغية الحفاظ على التراث والأصالة لا تتوقف، بانتظار مشروع متكامل من قبل الدولة يعنى بالتراث الأصيل وينهض بالتفاصيل الفنية المنسية. إلى اللقاء الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من حكايات مع أكرم خزام.